دكتور محمد فريد اخيرا الحمد لله. يلا بينا. العيانين بتسال اسئله كتير، وعشان احنا عملنا الكامبين بتاع سؤال وجواب، وعشان نحاول دايما نجاوب على كل الاسئله بتاعت كل العيانين اللي بيسالك. طيب سؤال بتساله كتير جدا في العياده جدا، هيحصل حمل امتى بعد العمليه؟ طيب هستغل السؤال دوت واجاوب على سؤال تاني مهم جدا، وده يمكن لسه مسألينه النهارده من العياده من حد من الشباب. يعني هل اصلا العمليات ديت بتاثر على الخلفه ولا لا؟ فبيبقى الاجابه القاطعه واللي مثبته بالتجربه وبالدليل العلمي وكل حاجه ان العمليات بتحسن الصحه الانجابيه للرجاله وللستات. حتى زميلنا اللي كان كشف عندي النهارده في العياده كان بيقول انا واحد صاحبي عامل العمليه وكان بقاله 2.5 سنين متجوز وما كانش بيخلف خالص، وبعد العمليه الحمد لله خلف. ده اللي احنا بنقوله، العمليه بتساعد على تحسين الصحه الانجابيه بالنسبه للسيدات طبعا عشان معظمها ده حاجه ريليتد للاوفر ويت. يعني انا اقصد ان الناس اللي عندها زياده في الوزن الموضوع ده بينعكس على القدره الانجابيه سواء للراجل او للست. يعني طبعا زياده الوزن ليها عامل في الموضوع ده؟ طبعا زياده الوزن ده ليه عامل، من اول العلاقه الزوجيه ذات نفسها، من اول الفيرتيليتي او الخصوبه، بالذات بالنسبه للسيدات. معظم زياده الوزن دي بتعمل حاجه اسمها تكيسات على المبايض. التكيسات على المبايض دي بتعمل لخبطه في الدوره الشهريه، بتعمل لخبطه في كذا حاجه، وبالتالي بتاثر على موضوع الانجاب. فلما الوزن بيبدا ينزل بتتحسن جدا الكلام ده كله وبيبدا يحصل انجاب. نفس القصه بالنسبه للرجاله، لما الوزن بينزل بتحصل اي لخبطه في الهرمونات بتتعالج، بتبقى كمان موضوع اللي هو العلاقه الزوجيه بتبقى احسن وبيتحسن جدا القصه ديت، وبيحسن الصحه الانجابيه جدا. مهم جدا الموضوع ده جدا جدا وده مهم لاي حد خالص. الموضوع ده دايما بتسال السؤال ده في الإجابة، هل العمليات بتؤثر على الصحه الانجابيه؟ بقول له طبعا بتاثر. ازاي؟ بقول له بتاثر بالايجاب، بتحسنها. ميرسي جدا يا دكتور محمد، بجد انبسطنا بعدتك، وان شاء الله نكمل ان شاء الله الكامبين بتاعتنا بتاعت سؤال وجواب. اوكي. والمره الجايه بقى عايزين نسال الاسئله الخطافي، عارف انت الاسئله بقى الخطافي الصعبه اللي احنا عايزين نجاوب عليها في تفاصيل اكتر في الحياه الشخصيه بتاعت العيانين. يا ريت انا ده بالنسبه لي مبسوط ان انا اتكلمت مع الناس، ورب يكون الناس استفادت. احنا كده موجودين وابعتوا لنا واسالونا، وان شاء الله الدنيا تمشي كويس وربنا يسهل ان شاء الله. ميرسي يا دكتور محمد.